لما يكون نفسهم في حاجه حلوه بقوم اجيب شويه دقيق وشويه ميه واعمل لهم اسرع حاجه حلوه زي بتاعه المحلات بالظبط. بس كالعاده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتعليق حلو زي قلوبكم. يلا نسمي ونصلي على رسول الله. اول حاجه ومحتاجينها ان هي تبرد معانا هي الشربات. بجيب كوبايه ميه عليها كوبايتين من السكر. تمام كده برفعهم على النار من غير تقليب خالص، مجرد ان هم يغلوا معايا ببتدي ان انا انزل الحروف اللي هي في جوانب الحله دي علشان ما تسكرش بعد كده. بنزل هنا بليمونه، عصير ليمون. معايا هنا برطمان اللي هو عسل الجلوكوز، مش غالي خالص بس بيطلع معاكي بصراحه الشغل حلو. بحط هنا معلقتين كبار من عسل الجلوكوز. ببتدي ان انا اقلب كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين. لما يغلي معايا بعد كده بنزل هنا بنزل الجوانب اللي هي في جوانب الحله كده زي ما انتوا شايفين كده. والطعم اللي احنا عايزينه زي بتاع بره بالظبط هي ماء زهر. نقطتين كده من ماء زهر هتحطيهم على الشربات وتسيبيه بس 3 دقايق على النار، وتبتدي بقى ترفعيه من على النار زي ما انتوا شايفين كده في طبق تاني علشان يبرد معانا. بصي علشان هنا انا محتاجة ان الشربات بتاعك يبقى بالقوام ده، يبقى تقيل شوية كده وعايزاه يبقى يديك المطة الحلوة دي. بصي عسل الجلوكوز هو اللي هيديك المطة اللي انتوا شايفينها دي. لما تضغطيه بين صوابعك كده تلاقيه بيعمل مطة معاكي. بس بركنه على جنب بقى زي ما انتوا شايفين. بجيب طبق تاني واحط فيه هنا كوبايتين من المية. تمام كده بنزل بنفس الكوباية دي هنزل في الاول كده هنزل هنا بمعلقة مليانة من الخميرة الفورية وادوب الخميرة كويس كده مع المية. متنسوش بقى تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. بعد كده بحط هنا كوبايتين من الدقيق. بصوا بنفس الكوباية اللي انتوا هتعايروا بيها المية عايروا بها الدقيق. اقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه. بس كده انا كده خلصت الوصفة بتاعتي، مفيش ولا ابسط ولا اسهل من كده. هنعمها بس كويس جدا علشان اتاكد ان هي ما فيهاش تكتلات نهائي. بصوا خلاص كده هبتدي بقى ان انا اغطيها واسيبها تختمر معايا لمدة ساعتين او 3 ساعات. تمام كده. بصوا خلاص نعمتها كويس جدا اهو. هسيبها بس تختمر معايا 3 ساعات او 4. كل ما طولتي في المدة بتاعت التخمير بتاعتها كل ما بقى احلى معاكي. خلاص كده هتسيبيها يعني انا سبتها هنا 3 ساعات بصراحة. هرجع تاني افضي من الخمر زي ما انتوا شايفين كده وافضي الخمر من العجينة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بيبقى القوام بتاعها تقيل شوية معايا كده. بروح بقى اجيب هنا معلقتين من المية عليهم معلقتين من الدقيق وادوبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده واحطهم على العجينة بتاعتي علشان اخفها شوية. تمام كده خلاص كده العجينة جاهزة معانا للتشكيل والتسوية. بس بدأت تقليبة كويس جدا مع بعضها كده. بجيب بقى هنا طاسة يعني زيت غزير فيها، واجيب هنا لو عندك بقى فورمه كده بتاعه المشبك. بس انا بصراحه ما كانش عندي اللي هي الفورمه بتاعه المشبك دي اللي هو الكتر. فانا استخدمت هنا جبت ورق فويل وطبقته على بعضه وبعد كده حطيت الطرفين في بعض وعملتها كده زي ايه الفورمه بتاعت المشبك. بصوا سهله ازاي بحطها. وبحط بقى هنا العجينه بتاعتي كميه عجينه كده شويه يعني مش ياما. حطيتهم في كيس حلواني وخرمت خرم صغير وسبته بقى كده لما ياخد التسويه. بس اهم حاجه النار تكون متوسطه تكون يعني قريبه من الهادي. على طول تطلعيه من الزيت بعد هنا ما ياخد لون بسيط خالص معاكي. بعد كده تطلعيه في الشربات بتاعك، والشربات زي ما انتوا شايفينه كده من فوق ومن تحت تحطي عليه الشربات. بصوا بحط هنا الفورمه اللي احنا عملناها وابتدي هنا اصب هنا ايه قصدي العجينه بتاعتي. وبكل سهوله بشيل منها الفورمه عادي كده مش بيحصل اي حاجة. بس بتديها الشكل المظبوط، بتدي معاكي المشبك شكل المظبوط كده على طول يمسك. بس مجرد ان هو يبتدي ان هو يشد معاكي وفي الزيت كده بتدي ان انت تقلبيه ما تخلوش ياخد لون معاكي. بصوا زي ما انتوا شايفين زي بتاع بره بالظبط ما فيهوش اي لون زيادة. اللون بتاعه بيكون فاتح كده وفي نفس الوقت بيكون مستوي علشان هو على نار هادية ومش بخليه ياخد لون زيادة. بصفيه بقى كده من الشربات مجرد ان انا بطلعه من الزيت واحطه في الشربات وبعد كده من الشربات على مصفى تانية علشان خاطر يصفي العسل الزيادة. بصوا
اهو بحط عليه بقى الشربات كده، وابتدي اسيبه شويه وبعد كده اصفيه. مفيش ابسط ولا اسهل من كده. لو ما عندكيش كيس حلواني اللي هو استخدام واحد، ده بكيس عادي ممكن تحطي في علبه كاتشب، لو عندك علبه كاتشب فاضيه حطي فيها العجينه، ولما تيجي تحطي العجينه كل مره كده بقلبي العجينه تاني. وزي ما قلت لك النار بتكون هاديه وما تحمروش ومش عايزاه ياخد لون معاكي. بصوا بيبقى بالشكل ده، وهتعملي احلى ما شاء الله. شايفين شويه مشبك زي العسل، احلى من بتاع بره. وهوريكي بقى القوام بتاعه عامل ازاي، مقرمش كده وما شاء الله تحفه يا بنات. بصوا شكله عملت كميه قد ايه. بصوا بقى المطه بتاعه الشربات بتاعته زي بتاع بره بالظبط، بصراحه تحفه. النتيجه بتاعته هايله لما تيجي تجربيه. هياخد المطة دي معاكي من الشربات لما تحطي عسل الجلوكوز، بصراحة بيديله بقى مطة حلوة كده زي اللي بنشتريه جاهز من بره، وفي نفس الوقت كده مقرمش. وعايزة اقول لكم طعمه خطير، جربوه بالطريقة دي علشان هيعجبكم. بصوا بقى من كوبايتين دقيق عملنا كمية قد ايه ما شاء الله. شفتوا المطة بقى اللي في المشبك عامله ازاي، تحفه يا جماعه. عايزه اقول لكم خاطر جربوه بالطريقه دي هيعجبكم قوي. اظن بقى يستاهل دعمكم ليا، ويستاهل ان انتوا تعملوا شركتين مع اصحابكم، وتعملوا لايكات كتير على الوصفه بتاعتي النهارده، علشان بجد تستاهل ان انتوا تشجعوني عليها. قولوا لي بقى رايكم فيها. بصوا بقى حابه تغلفيها زي بتاع بره بالظبط في استرتش راب كده، وتبتدي ان انت تغلفي كل واحدايه من المشبك بتاعك يفضل عندك ما يجربش اي حاجه لو قعد اسبوع حتى. بصوا بقى هستنى تعليقاتكم وهستنى رأيكم على الفيديو، وهستنى تشجيعكم ليا، وما تنسوش بقى رأيكم في الفيديو. اشوفكم على خير، مع ألف سلامة.